ركز على نفسك. صدقني دي اكتر نصيحة انا بقولها لك، ركز على نفسك وبس، ملكش دعوة بحد. سيب اللي يقول اي حاجة عليك يقولها، ما تركزش مع الناس. في مقولة انا بحبها جدا بتقولك الاحلام لا تتشابه، فما تحبه انت يبغضه الاخرون، وما يبغضه الاخرون قد يكون اعظم ما تسعى اليه. ركز على حياتك وبس، ركز على الهدف اللي انت عايز توصله، ملكش دعوة بالناس. سيب كل واحد اللي عايز يقول حاجة عليك يقولها، اللي عايز يعمل حاجة يعملها، ما تركزش مع حد. صدقني عشان توصل لهدفك لازم تفضل مركز قدام بس، ما تركزش ولا يمين ولا شمال ولا تبص على ده ولا ده. ركز مع نفسك وطريقك فقط علشان ما تضلش الطريق. افتكر دايما ان لو انت عايز توصل للهدف اللي انت خلقته عشانك، يبقى لازم تركز على نفسك وتطورها وتعدل نقاط ضعفك وتقوي نقاط قوتك اكتر عشان تبقى نادر. وافتكر دايما زي ما قلت لك ان الاحلام لا تتشابه، وما تحبه انت قد يبغضه الاخرون، وما يبغضه الاخرون قد يكون اعظم ما تسعى اليه. دي الحكمة اللي انا نفسي دايما تزرعها في عقلك، انك تفضل مركز على نفسك. أنا هنا في مساحة نفسية بقدم محتوى يومي عن الصحة النفسية وتطوير الذات وتحسين علاقتك بنفسك قبل الآخرين. فلو أنت مهتم إنك تعلي من صحتك النفسية وتطور من نفسك، يبقى لازم تعمل فولو للصفحة دي، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده وتقترح عليا في الكومنتس أو تبعتلي على رسائل الصفحة على مواضيع جديدة ممكن نتكلم عنها. وافتكر دايما إن في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.